فيكتور اكتشف فرصة رزق في المطار، لقى إن كل عربية شنط بيرجعها مكانها بتديله 25 سنتا. بما إن الركاب كانوا كسالى يسيبوها ويمشوا، فيكتور بدأ يجمع العربيات ويرجعها. أول يوم رجع 3 عربيات وكسب 75 سنتا. راح على مطعم برجر واشترى برجر. بعد يومين محبوس في المطار، أخيراً أكل وجبة حقيقية، حس طعم النجاح، فبدأ يجمع العربيات في كل مكان. في آخر اليوم جمع مبلغ حلو وأكل وجبة ديلوكس، لكن المشرف شافه ووقف الموضوع فوراً وعين عمال مخصوص يجمعوا العربيات. كده رزق فيكتور اتقطع. المشرف كان قصده يضغط عليه لحد ما يزهق ويهرب من المطار، وساعتها يمسكوه مخالف. فيكتور رجع ياكل بسكويت مجاني. عمره ما كان متخيل انه يوصل للحال ده في امريكا. من كام يوم بس كان لسه نازل من الطياره، لكن بسبب مشاكل في بلده جواز سفره فقد قيمته، اتصدر منه الباسبور واتحجز في صاله الانتظار. لا قادر يدخل امريكا ولا يرجع بلده غير لما المشاكل تخلص. ادوله جهاز بيجري يستدعوه وقت الحاجه، بس بسبب حاجز اللغه ما كنش فاهم ولا قادر يتحرك. حتى فلوس بلده بقت ورق ملوش قيمه. بالليل راح لباب مهجور، فتح برطمان فول سوداني. البرطمان مش للاكل لكن لوعد لازم يحققه. حط كرسيين فوق بعض وعملهم سرير ونام. تاني يوم المشرف شافه ببيجامه وصوره المطار اتشوهت. فيكتور حاول يقدم على فيزا لكن من غير باسبور اترفض. المشرف كان فاكر انه هيسيبه يمشي لكن اتفاجئ بعناده.